والسلام عليكم. حلقه جديده من مزمز كوره تقديم ابو زيزو. باذن الله تعجبكم فيديو جديد من كلامنا عن افريقيا. كالعاده كل التوقعات صح وانتظرنا نص نهائي قوي. هو الصراحه مش قوي قوي زي ما كان متوقع قبل بدايه البطوله، بس نصورنا نيجيريا هتلاعب البافانا جنوب افريقيا، وكوت ديفوار صاحبه ارض هتلاعب فهود الكونغو الديمقراطيه. اهم حاجه قبل ما نكمل الفيديو انزل واعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا نبدا. قبل بدايه دور الربع النهائي كنت قايل لكم اكتر ماتشين ممكن يكونوا ممتعين. هو الاول ماتش نيجيريا ضد انجولا، والماتش الثاني بتاع كابو فيردي ضد جنوب افريقيا. الاولاني خيب ظننا شويه وما كانش قد مستوى التوقعات، بس الثاني كان ممتع جدا جدا جدا. خلينا كده نبدا بنيجيريا ضد انجولا ونحلي بالثاني في الاخر. كالعاده برضو نيجيريا اعتمد على نفس اسلوبها، انها بيسيب الكوره للمنافس، ولو نبص كده على الاحصائيات هنلاقي ان الاستحواذ كان بتفوق نسبي بالنسبه لانجولا. الفرص كانت لنيجيريا، وكمان انجولا كانت جابت كوره في القائم. نيجيريا كالعاده بخطه الثلاث قلوب دفاع، وفي الشكل الدفاعي كانوا بيتحولوا لخمس مدافعين، وقدام المتاريس الدفاعيه والخط الدفاعي المنظم جدا، وخط الوسط قافل عليه ومفيش اي مسافات تقريبا. انجولا لجأت للكره العرضيه وعملت عرضيات كتيره بالذات من الناحيه اليمين من الباك اليمين بتاعهم جilberto. الاسلوب ده للاسف ما نجحش قوي ضد نيجيريا، والدفاع المنظم جدا ده قدر يعزل اسمين مميزين جدا من اول البطوله، وهما جيلسون دالا ومابولولو. جيلسون دالا بالذات كنت متوقع انه يعمل حاجه كبيره جدا الماتش ده، خصوصا انه اكتر لعيب بيساهم باهداف الدوره دي، بس تقريبا ما كناش اصلا بنسمع اسمه من المعلق، يعني ما كانش فيه وجود خالص لدالا. وكمان مابولولو برضو ما كانش بالخطوره المنتظره. وكمان لو جينا كده نبص على تقييمات اللعيبه هنلاقي ان بالنسبه لجيلسون دالا ومابولولو الاثنين اسوأ تقييمين في الفريقين. وكمان جيلسون دالا ما صنعش ولا فرصه ولا سدد ولا اي تسديده، فبالتالي خط دفاع نيجيريا قدر يعزل تماما الاسمين دول. بالنسبه لنيجيريا خلاص اتحفظت هي انطلاقات اللعيبه بتوعهم، الاجنحه بتاعتهم خطيره جدا، سواء سيمون او سواء لوكمان. سيمون انطلق بسرعه فظيعه جدا وبمهاره فظيعه لحد ما اداها للوكمان اللي كان واقف في المكان المناسب في التوقيت المناسب، وقدر يفنش الكوره جون. وكرة الجون دي كمان قرارات كتير جدا جدا، بس ممكن مثلا سيمون كان ساعات مثلا بيأنن فيها يقرر يشوط، يقرر يبازور لعيب تاني الدفاع يخش عليه، كانت نفس الكوره تفضل تتكرر ونفس الشكل من اول البطوله. مره بقى ايوبي مره لوكمان، صاحب النصيب هو اللي هيجيب الجون، ونيجيريا هتعتمد برضو على الاسلوب الدفاعي وتقفل ويخطفوا سواء بجون او جونين. نيجي بقى الماتش جنوب افريقيا ضد كابو فيردي. حقيقي الماتش ده كان من اكتر الماتشات الممتعه في البطوله، بالنسبه ان هو كمان ماتش ربع النهائي وتقولوا الفرقتين يكونوا خايفين بعض، لا بس فرقتين شوف كميه الفرص عند الاثنين. كابو فيردي قدرت تسدد 25 تسديده الماتش ده، بالنسبه لجنوب افريقيا قدرت تسدد تقريبا 13 ولا 15 كوره. الحقيقه الماتش ده من الماتشات اللي تقدر تقول فيها ان مش شرط انك تكون احسن انك تكسب الماتش، لان في الماتش ده مش الطرف الافضل هو اللي قدر يكسب الماتش، بل جنوب افريقيا هي اللي قدرت تتميز في ضربات الجزاء بسبب الاكس فاكتور عندهم، الراجل اللي كسبهم وهو ويليامز اللي صد 4 من 5 ضربات جزاء، فهو ده اللي قدر يشيلهم على كتفه لحد نص النهائي. ده غير طبعا التصدي بتاعه خطير جدا من جيلسون كان في الوقت الاضافي. بالنسبه لكابو فيردي او الراس الاخضر، يعني بالنسبه لي هم دول الحصان الاسود في البطوله. ما تقوليش بقى يعني غينيا ولا مالي ولا حتى جنوب افريقيا ولا كونغو الديمقراطيه. كابو فيردي البطوله دي قدموا بطوله عظيمه جدا جدا، وتقريبا اول مره يوصلوا اصلا للربع النهائي. حقيقي فرقه كابو فيردي امتعتني وابهرتني البطوله دي، يعني فرقه اللعيبه حافظه بعض، شوف الباصات اللي هو لبعض، شوف التحركات، شوف المهارات، لعيبه تحس لعيبه كره شوارع، يعني بيلعبوا بطريقه منظمه وممتعه جدا جدا. واكيد ده برضو دور المدرب. اللعيبه كمان يعني مفيش فرق ما بين اساسي وبين احتياطي، ده هنا دور المدرب ظاهر جدا في الموضوع ده. في ماتشنا ضدهم كانوا مريحين 7 لعيبه اساسيين، يعني متخيلين 7 لعيبه الفرقه تقع مثلا؟ لا، يعني مفيش فرق بين اساسي وبين احتياطي، كله شارب طريقه المدرب وكله شارب بالاسلوب باللعب بتاعه، فقدموا كوره ممتعه جدا. حقيقي يعني فرقه بنكهه برتغاليه وضد جنوب افريقيا. وكمان يعني ده فرص كتيره جدا، يعني شوفوا يمكن هما التسديداتهم على المرمى اقل من تسديدات جنوب افريقيا على المرمى، بس شوفوا الكور بتضيع بطريقه يعني غريبه جدا. يعني جيلسون الناس ده المفروض هو يساعدهم. تقريبا جيلسون ده كان سجل ضدنا في ماتش مصر وعمل 4 تسديدات، ضيع منهم 3 فرص محققه، وكمان كان هيجيب جون بدماغه في كوره كانت كورنر عليه مطلعه بدماغه، يعني كانت خطيره جدا. فلعيب زي ده يعني ما كانش معاه اي توفيق خالص قدام جنوب افريقيا. ده كان بالنسبه لي ماتش الحراس،
يعني شوفوا في الوقت الاضافي كوره غير عاديه من جيلسون يقدر يصدها ويليامز، وعلى الناحيه الثانيه برده كور خطيره جدا من جنوب افريقيا قدر يصدها حارس كابو فيردي. ونوصل بعد ضربات الجزاء ويليامز يصد 4 ضربات جزاء من 5، وكمان حارس كابو فيردي يقدر يصد واحده. بجد من زمان ما شفناش ضربات جزاء كده، ان هي معظمها يعني تقريبا ضربات الجزاء هي 3 كور اللي دخلت، كورتين لجنوب افريقيا وكوره بالنسبه بس لكابو فيردي. وتصعد جنوب افريقيا في ماتش صعب جدا ضد كابو فيردي، وتصعد لنص نهائي ممتع جدا ضد نسور نيجيريا. ونختم بقى لاخر ماتش وهو ماتش كوت ديفوار ضد مالي. قبل الماتش بصراحه كنت متوقع ان كوت ديفوار هي اللي هتاكل مالي، بس مالي فريق منظم جدا جدا، مش هقول لك زي بقيه الناس اللي يقول لك كوت ديفوار لعبت بروح فظيعه جدا وقدرت تكسب الماتش. بس كوت ديفوار هي حقيقي اكيد لعيبه بتلعب بروح، واكيد في دعم غير عادي من الجماهير. من الاخر لعيبه كوت ديفوار ما كانوش بياكلوا النجيله، ما كانوش يعني بالشراسه المنتظره ضد مالي. الروح دي ما ظهرتش بالشكل اللي كان المفروض تظهر بيه. كوت ديفوار قدمت ماتش اقل كتير جدا 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 من ماتشهم ضد السنغال. مالي برضو ما استغلوش النقص العددي، والماتش كان فيه شويه ظروف كده، وبرضو فيه حاجات يعني توفيق لكوت ديفوار ان هي يعني تقدر توصل لنص النهائي. بالنسبه بقى لمالي عايز اتكلم عليهم شويه. مالي من الفرق المنظمه واللي عندها اسلوب مختلف شويه، اسلوب خاص بيها شويه. مالي شافت نقط قوتها، وهي نقط قوتها اللي هي خط الوسط، وكمان يعتبر من اقوى خطوط الوسط في البطوله ان لم يكن هو الخط الوسط الاقوى. قررت انها تعتمد على نقطه القوه دي بتاعتهم وتبني تشكيله عليها. قررت انها بتلعب بتشكيله 4-4-2 دايموند، وهي التشكيله دي مش كتير بيلعبوا بيها في افريقيا، ويمكن من الماتشات اللي احنا تابعناها هي الفريق الوحيد اللي كان بيلعب بيها معتمد على قوه الخط الوسط بتاعهم. يعني شوفوا الاسامي بتاعتهم جباره، يعني عندهم كامارا بيلعب في موناكو، عندهم بيسوما اللي بيلعب في توتنهام. بيسوما ده كمان حكايه، انا مستغرب اصلا ان هو منزله متاخر، يعني هو معظم الماتشات البطوله دي اول ماتش بدا بيه اساسي، تاني ماتش كان احتياطي، اخر ماتش كان بيريح لعيبه فقرر يبدا بيه. فمش عارف هل المدرب مش مقتنع ببيسوما ولا ايه الحكايه. يعني بيسوما كان فيه كلام اتقال انه عنده ملاريا، بس طبعا بتاع ملاريا ده بيجيب كتير، فاكيد المدرب مثلا مش مقتنع بيه فهو بيلعب اللعيبه التانية. ده غير طبعا ان هم عندهم اليو ديانج يعني من الاهلي، يعني بعد الاسامي دي كلها ففي ناس مستغربه ان هو مش بيلعب ليه. شوفوا الاسامي اللي بتلعب، فهو طبيعي ان هو يكون احتياطي ليهم. اذا كان اصلا بيسوم احتياطي، انتوا زعلانين ان ديانج مش اساسي؟ الماتش بدا تحس ان هو ما كانش فيه شكل قوي، بس كان واضح ان مالي هي المنظمه اكتر، وكانت مالي عندها خطوره اكتر، وكان حرفيا الماتش كان حركه في نص الملعب بالمتاريس اللي هي حطها مالي. فكان ماتش فيه كميه فاولات كتيره جدا. شوفوا كميه الانذارات اللي فيه، بتاع 5 ولا 6 انذارات، في طردين في الماتش ولا كمان 3 طرد في الماتش. يعني ماتش كان كله عركه لحد بقى ما مالي جات لها ضربه الجزاء وبرده ضيعوها. حسينا ان حارس كوت ديفوار لما صد ضربه الجزاء دي قلنا اكيد دي نقطه محوريه، مثلا هل كوت ديفوار هتقوم بعديها، هل كوت ديفوار هتنتفض وتقدر يعني هي ماتش كده عايزها. بس لا، نلاقي النقطه المحوريه فعلا هو مدافع كوت ديفوار اللي هو نفس المدافع اللي جاب ضربه الجزاء. مدافع كوت ديفوار يعمل فاول تاني بسبب مهاره من مهاجم مالي وياخد كوسونو الكارت الاحمر. وكمان ده اتطرد امتى؟ اتطرد في الدقيقه 43 في اخر الشوط الاول. يعني متخيلين كوت ديفوار كملوا الشوط الثاني كله وكملوا الوقت الاضافي ل 30 دقيقه الزياده، كل ده وهم ناقصين لعيب. الماتش طبعا بعد كده كوت ديفوار رجعت تدافع وشالت نيكولاس بيبي، وما كانش فيه اي سرعات، وكانت الفرقه كلها بتدافع، وكانت مالي هي اللي ماسكه الماتش. مدرب مالي ادار الماتش بشكل كويس جدا جدا. بدا الشوط الثاني نزل مهاجم ونزل جناح، وقرر ان هو يهاجم ويستغل النقص العددي ده. يمكن الحاجه الوحيده اللي تتحسب عليه ان هو ما هاجمش بشراسه فظيعه. هو صحيح قدروا يجيبوا جون، بس برضو كان منتظر من مالي انها تهاجم اكتر من كده. معاها التفوق العدد، كان متوقع ان هم يهاجموا ويخلصوا الماتش، يعني يجيبوا جون في الثاني يخلصوا الماتش. كمان مدرب مالي كمل بشكل كويس. بعد الجون اللي جابوه قرر ان هو ينزل مدافع وينزل قلب دفاع ويأمن النتيجه 100-100 وخلاص، ونقفل الماتش على 1-0 والحمد لله، ونعدي من كوت ديفوار صعبة الارض. بس بعد التغييرين دول خصوصا بعديهم بكام ثانيه ادينجرا ياخد الكوره، وبرده دي تغييرات المدرب الثاني. قرر ان هو في الاخر ان هو لازم هيهاجم، هو كده كده خسران، فنزل ادينجرا اخد الكوره وعدى 1 و2 و3 وقرر يديها لفوفانا. فوفانا شاطئ في ادينجرا برضو، يعني شوفوا كميه الحظ شاطت فيه، وصلت قدامه على طبق من دهب، وقرر ان هو يجيب الجون في الوقت القاتل من نهايه الشوط الثاني، وكوت ديفوار تقدر تتعادل مع مالي. نخش في الوقت الاضافي، واصحاب الارض كوت ديفوار يضيعوا وقت بشكل غير عادي، والحارس كل مره ياخد الكوره يمسموت فيها ويقع على الارض ياكل له كام ثانيه زياده. وبرده في نهايه الشوط ده تقدر كوت ديفوار برده تسجل الجون الثاني برده في الوقت اللي ضايع،
وتخطف من مالي الماتش ويقدر يساعده لنص نهائي البطوله. اي الماتش كان بين مالي، يعني انا قلت الحاجه اللي هي تحسب على المدرب ان هو ما هاجمش بشراسه كبيره جدا، وبرده انا شايف ان هي الحاجه الثانيه اكيد تحسب عليهم ان هو ضيعوا ضربه الجزاء. الماتش كان ما بين مالي، كان جالهم ضربه جزاء ضيعوها بايديهم، مالي كانت متقدمه ضيعوا والتانيين قدروا يتعادلوا، مالي كانت متعادله راحت التانيين قدروا يسجلوا الجون التاني وكوت ديفوار تقدر تكسب. اكيد التوفيق مع كوت ديفوار زي ما بقول، يعني هو ده ماتش اقل كتير جدا من ماتش السنغال، والروح الفظيعه ما كانتش باينه خالص على منتخب كوت ديفوار، بس التوفيق كان معاهم. وماتش جاي ضد الكونغو الديمقراطيه، بالنسبه للكونغو الديمقراطيه قدرت تكسب غينيا 3-1. بالنسبه لي المنتخب الغيني من اقل المنتخبات، وشايفهم محظوظين جدا ان هم يوصلوا اصلا للربع النهائي. الكونغو الديمقراطيه في جون صحيح من ضربه جزاء، وصحيح في جون كره قلشت من مسواك ودخلت جون من فاول، بس برضو قدرت تكسب. يعني برضو غينيا، ما زلت اقول غينيا مش الكونغو كانت جامده قوي، لا غينيا هي الوحشه جدا. يعني لو احنا وصلنا وكنا لعبناها كنا اكيد هنكسبها يعني. وكده نوصل نص النهائي. نص النهائي عندنا ماتشين، ماتش ما بين نيجيريا وجنوب افريقيا، الماتش الثاني زي ما قلنا كوت ديفوار ضد الكونغو الديمقراطيه. خلينا كده نبدا بماتش نيجيريا ضد جنوب افريقيا. اظن برضو الماتش ده فرقتين في الماتشات اللي فاتت معظم الوقت بيرجعوا للدفاع، فالماتش ده هنشوف مين هيقدر يدبس التاني اكتر ان هو ياخد الكوره اكتر، وبالتالي الفرقه اللي هي ماسكه الكوره هي دي هيجي عليها مرتدات والجون هيجي بالشكل ده بنسبه كبيره. بالنسبه لمنتخب جنوب افريقيا كل الحاجات اللي حصلت، كل الفرص وال25 تسديده وكل الحاجات الخطيره جدا بتاعت كابو فيردي اللي ضيعوها قدام الجون والجيلسون ضيعها، فاحب اقول لهم ان نيجيريا عندهم بقى اوسيمين وعندهم لوكمان وعندهم سيمون وعندهم شوكويزا على الدكه وعندهم كمان ايوبي في خط النص. كل الاسامي دي الفينش بتاعها جبار، كل الاسامي دي تقدر تخلص من ربع فرصه، مش هقولكم من نص فرصه، من ربع فرصه يقدروا يخلصوا الماتش. فلو بنفس الفراغات الدفاعيه دي فشايف الماتش ده هيكون سهل لنيجيريا جدا. الناحيه التانيه ماتش كوت ديفوار والكونغو الديمقراطيه، اظن الماتش ده هيكون فيه نديه كبيره جدا، وهيكون برده ماتش مليان عنف وضرب وكده، بس اظن كوت ديفوار اقرب كمان طالما التوفيق ماشي معاها من اول ماتش السنغال. وكمان الماتش ده اللي هم اوحش فيه من مالي، شايف ان هم يقدروا يعدوا بشكل طبيعي جدا ضد الكونغو الديمقراطيه اللي مش مقنعه قوي. نهايه الفيديو برضو احب اقول لكم توقعاتي، وشايف ان النهائي بنسبه كبيره جدا جدا هيكون ما بين، واضح كمان اصلا من كلامي هيكون ما بين نيجيريا ضد كوت ديفوار. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اهم حاجه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، وجديد ان شاء الله مستني رايكم تحت في الكومنتات، ومستني توقعاتكم لطرفين النهائي. استنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.